اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا راحة البال والرضا، الرضا بما كتبته لنا، وحسن الظن فيما هو آت، واليقين بك حتى تطمئن نفوسنا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل دعاء قبول واستجابة يا أرحم الراحمين. حابة بس أشكر إخواتي الأفاضل اللي دخلوا وعلقوا عندي، وهم عارفين إن أنا محظورة من التعليقات. وطبعا لاحظت إن في ناس ما سمعوش الفيديو. ليه؟ مش هقول في آخره أو في نصه. يا جماعة أنا في الأول قلت إني محظورة من التعليقات، يعني حتى ما خدوش بالهم من الموضوع ده خالص. في أخت فاضلة دايما عندي جديد، ويعني أنا بلاحظ إنها بتتغزل في قناتها أكتر ما بتكتب لي تعليق لنفسي. أختي قناتي مأذية، أنا مش ناقصة. وعلى فكرة تعليقك بيخش مراجعة، يبقى بتأذي أختك ليه؟ زي ما بتحبي الخير لنفسك يا ريت تحبيه للجميع. كانوا يتحدثون عن البحر الأسود بأنه غامض ومرعب، ولكني لم أتوقع أبدا أن أعيش هذه التجربة الرهيبة وتكون بهذا الحجم. لقد اختفت السفينة التي كنت أعمل عليها في البحر الأسود. في الليلة الماضية كنت أعمل كمهندس ميكانيكي على السفينة. كنت نائما عندما بدأت الرياح تهب بشدة بسبب صوت العاصفة. استيقظت ولم أجد أحدا على مستوى سطح السفينة. كان البحر يهتز بشدة، وقد كان هناك صوت رهيب يرتد على جدران السفينة. لم يكن هناك لم يكن هناك أي شيء يمكنني القيام به. كل ما كنت أفعله هو الصراخ على الطقم على الرغم من أنني لم أسمع صوتي بسبب الرياح العنيفة. بعد بضع ساعات وصلت السفينة إلى شاطئ جزيرة معزولة. حدثت أضرار جسيمة بالسفينة من الأسفل، وكانت عرضة للغرق إذ أبحرت دون إجراء الإصلاحات اللازمة. وعلى الرغم من اطلاعي على الخريطة الملاحية الموجودة بالسفينة وتأكدي من عدم وجود أي جزر بهذه المنطقة، لكن كان من المفاجئ أن هناك جزيرة، وكانت هذه الجزيرة مأهولة بالسكان. كانوا ينظرون إلينا بشكل غريب، وكانت عيونهم تلمع باللون الأحمر. لم يكن هناك أي مظهر يوحي بالأمان في هذا المكان. كما لاحظت إن الرمال البيضاء الموجودة على الشاطئ كانت تحتوي على نوع من الأسماك السامة، وإن الناس المحليين كانوا يأكلونها رغم سميتها ولم يصابوا بأي ضرر. يبدو أنهم حصدوا مناعة من سم هذه الأسماك. قررنا أنا وبعض من نجوا معي من طاقم السفينة عدم التعامل مع السكان المحليين ونأخذ الحيطة منهم، فهذه الجزيرة غير مكتشفة بعد، ولا صلة لهؤلاء الناس بالعالم الخارجي. كما إننا لا نعرف شيء عنهم. بدأنا في إجراء إصلاحات للسفينة بعد حصر الأضرار الموجودة في جسم السفينة. ومر على وجودنا على هذه الجزيرة 3 أيام مروا بسلام، ثم بدأت الأحداث تتغير تدريجيا. كنا نسمع أصوات غريبة ونرى خيالات تتحرك من حولنا. شككنا في البداية في أهل الجزيرة. قررنا أن نتأكد من الأمر. ذهبت مع زملائي لاستكشاف الجزيرة. وجدنا مدينة مهجورة في الغابة، يبدو أنها غير تابعة للسكان الذين رأيناهم على الشاطئ يوم وصولنا للجزيرة. وأثناء اكتشافنا للقرية مضى بنا بعض الوقت حتى حل الظلام، وبدأنا نرى الخيالات مرة أخرى حولنا في كل مكان. سمعت صوت الأقدام تقترب ببطء. عندما التفت لأرى مصدر الصوت لم أجد شيئا،
لم يكن هناك أي شخص أو حتى حيوان في المنطقة المحيطة بي، ولكن الصوت لم يتوقف، وبدأت أشعر بشيء يتبعني في الظلام. الرعب بدأ ينتابني، ولم يكن هناك أي مكان يمكنني الهرب إليه. فجأة فجأة شعرت بأنني أرى شيئا غامضا يظهر في الظلام، وكان يقترب مني بسرعة. لم يكن بمقدوري التحرك، كنت مذهولا وخائفا، ولكن عندما وصل إلي وعلى بعد خطوات مني اختفى فجأة. لم أكن متأكد مما يحدث، ولكني كنت مصرا على أن هناك شيء غريب وغير طبيعي في هذه الجزيرة. عدت إلى الشاطئ ومن كانوا معي، وقابلنا زملائنا هناك، وكان يظهر عليهم الرعب أيضا، الرعب والخوف. أخبروني بأنهم شعروا بوجود شيء يتبعهم في الغابة، وأنهم رأوا أشياء غريبة تحدث في الليل. كان الجميع يشعر بالخوف والرعب. تمكنا من إجراء الإصلاحات اللازمة للسفينة بقدر الإمكان. حاولنا جعلها صالحة للإبحار، ولكن بينما كنا نقوم بالإصلاحات لاحظنا أن السكان المحليين يراقبوننا وينظرون إلينا نظرات غريبة وغير ودودة. أدركنا أن هناك شيء خطير يحدث في هذه الجزيرة. لم يكن بإمكاننا الانتظار حتى يأتي أي شخص لإنقاذنا من هنا، لذا قررنا الإبحار بالسفينة التي تم إصلاحها في أسرع وقت. ولكننا وجدنا أنفسنا محاصرين في الجزيرة، وبدأت الأشياء الغريبة تحدث من حولنا بسرعة ووتيرة متزايدة. بدأنا نسمع أصوات مخيفة تنبعث من الغابة، وشعرنا بأننا محاصرين من كل جنب. لم, لم نكن نعلم ما يحدث، وكان الخوف يسيطر على الجميع. وفجأة بدأنا نرى أشياء غريبة تظهر في المياه بجوار القوارب التي كانت هذه الأشياء تشبه الكائنات البحرية، ولكنها كانت غير طبيعية وشكلها مرعب جدا. وفي هذه اللحظة شعرت أن كل ما حولنا ضدنا، أهل الجزيرة والكائنات البحرية. لم نكن نستطيع التحرك، ولم يكن بيننا وبين السفينة المياه المرعبة. بدأت الأشياء الغريبة بالاقتراب منا، وبدأت تحيط بنا من كل جنب. كنا نرى بأعينها الاحمرار الاحمرار المرعب وأجسامها الغريبة التي كانت تتحرك بطريقة غريبة جدا. لقد أصبح الأمر مرعبا للغاية، ولم يكن لدينا خيار سوى الصراخ والصراخ والصراخ. وفجأة سمعنا صوتا عاليا وضخما قادما من بعيد. كان هذا الصوت يشبه صوت الحوت، وكان بمثابة الأمل الوحيد لإنقاذنا. وبالفعل ظهر حوت ضخم في المياه، وبدأ يحيط بنا ويحمينا من الأشياء الغريبة. بدأ الحوت بالهجوم على الكائنات الغريبة ويقتلها بطريقة مروعة، وبعد بضع دقائق اختفت الكائنات الغريبة تماما، ولم نعد نشعر بالخطر. تمكنا بعد ذلك من الوصول إلى السفينة والإبحار بأمان، ولكن الرعب الذي شعرنا به لن ينسى أبدا. وبعد العودة إلى أرض الوطن بسلام، تم الإبلاغ عن هذه الجزيرة الغامضة، وتم إرسال فريق من العلماء للتحقق مما حدث هناك. وبعد فترة علمت أن العلماء عندما وصلوا إلى الموقع الذي حددناه لم يجدوا أي جزيرة بتاتا. لقد زاد رعبي من هذه الجزيرة. إناس أعينهم حمراء، وقرى مهجورة، وظلال وأشباح وأصوات غريبة، وأسماك وكائنات بحرية عجيبة. وفي النهاية الجزيرة نفسها غير موجودة. هل يعقل أن يكون كل ما رأيناه أنا والطاقم خيال وأحلام؟ هل يعقل أن يحلم أكثر من شخص بنفس التفاصيل والأحداث؟ هذه القصة من واقع قصص واقعية، قصة رعب الجزيرة الغامضة. فمنذ القدم كان البحارة يرون الكثير من القصص المرعبة أثناء رحلاتهم البحرية. تحياتي لكم جميعا، واترككم في رعاية الله.